هاد الشاب هذا كان غادي يكون بوليسي، ولكن بسبب بنت خالته تسطى ولا متشرد في الزنق. واجي نعرفوا كيفاش وصل لهاد الحاله وعلاش بنت خالته دارت فيه هكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وكنشكر الناس اللي كدير لايك وكدير تعليق زوين قبل ما تتفرج في القصه. شكرا لكم بزاف وبزاف. ويلا نبداو القصه ديالنا غادي تبدا في دار مغربيه. هاد الدار المغربيه فيها هاد الشاب اللي سميتو معاذ، الام ديالو سميتها خديجه والاب ديالو سميتو ابراهيم، وعايشه معاهم بنت خالته اللي سميتها ايمان. معاذ كان كيقرا مزيان وما عمرو سقط في المدرسه، غير هو اللي عند والديه. وايمان بنت خالته عايشه معاهم في الدار، حيت الام ديالها قبل ما تموت خلاتها عندهم. ايمان ومعاذ تربوا في نفس الدار، ومعاذ كان كيعتبر ايمان بحال اختو حيت كبروا مع بعضياتهم في نفس الدار. اما ايمان لا، ما كتعتبرش معاذ بحال خوها. ايمان كتبغيه منين كانوا صغار وهو كيعجبها، وحيت ايمان كانت عزيزه على مامات معاذ اللي هي خالتها، كانت ديما كتقول ليها انتي غادي نجوجك ولدي، راك حادقه وتربيه يدي. وهذا الشيء كان كيفرح ايمان حيت هذا الشيء اللي باغا. ولكن معاذ الهم ديالو الوحيد هو القرايه باش يوصل داك الشيء اللي باغي، ومن بعد عاد يفكر في الزواج. مشات الايام وجات الايام، معاذ غادي يتعرف على واحد البنت سميتها نوره، وهاد نوره كتقرا معاه وحتى هي باغا تولي بوليسيه، وكانوا عندهم نفس الافكار ونفس الاهداف في الحياه. ومعاذ كان كيشوف ان نوره مناسبه ليه وهي اللي باغي يكمل معها حياته. معاذ ونوره قرروا انهم يتخطبوا، ومن بعد منين يتخرجوا ويوليو بوليس ديك الساعه يتزوجوا. المهم معاذ مشى عند الوالده ديالو وقال لها الوالده راني كنعرف واحد البنت وكتعجبني وهي اللي باغي نكمل معها حياتي، بغيتك تقوليها للوالد باش تمشيو تخطبوها معايا ان شاء الله. الام ديالو هنا تصدمات حيت ما باغاش شي بنت تتزوج بولدها من غير ايمان بنت اختها، وقالت ليه الا كنتي كتقلب على شي بنت الناس ها ايمان قدامك، كبرت معانا وتربيت يدي وتبارك الله حادقه وغادا تهلا فيك وغادا ديرك في عينيها، وما غاديش تلقى احسن من ايمان، وإلا كنت عزيزه عليك ولدي تزوج ببنت خالتك. وهنا معاذ غادي يقول لمو الوالده ايمان راكي قلتيها كبرت معايا وانا كنعتبرها بحال اختي وما كنحس من جهتها بوالو، وإلا تزوجت بها غادي غير نعذبها في حياتها. وثاني حاجه ايمان ما قاريه ما فاهمه ما والو، انا هاد الدريه اللي كنعرفها سميتها نوره تبارك الله قاريه وغادا تخرج وتولي بوليسيه وغادي نتعاون انا وياها على الزمان. اما ايمان ما غتفيدني ما غنفيدها، وانا ونوره صافي اتفقنا منين غادي نتخرجوا ونوليو بوليس غادي نتزوج، وإلا كان غا ايمان بنت خالتي مستحيل نتزوج بها ولو بغا نبقى غير بوحدي. وهنا ايمان مسكينه مريحه في الكوزينه وسمعت كلشي وكتبكي والدموع في عينيها، والاحلام اللي كانت كتحلم ان معاذ يكون راجلها وهي تكون مرته كامله تدمرت. كاع الاحلام اللي كانت كتحلم بهم ايمان تحطمت، وخرجت ايمان من الكوزينه والدموع في عينيها وهي تقول خالتي هاد الهضره اللي قال معاذ بصح، ومعاذ اصلا بحال خويا وكابرين انا وياه، وخليه يمشي يتزوج بالبنت اللي كيرتاح ليها واللي بغاها ليه قلبه، انا غير بحال اختو لا اقل ولا اكثر. ولكن في الحقيقه ايمان كانت كتقول هاد الهضره من فوق خاطرها، وبقى فيها الحال بزاف. علاش؟ حيت شحال وهي كتسنى معاذ تيتخرج ويولي بوليسي وتتزوج به وتكون مرته، ولكن في الاخر ملي غيتخرج ويولي بوليسي دابا جات وحده اخرى وغادا ديه ساهل. وشحال ايمان مسكينه صبنت ليه حوايجو وطيبت ليه ما ياكل وكانت كتهلا فيه وكتبغي ديما تشوفه احسن واحد، وكتبغي ديما تصيفطو للمدرسه وهو انيق، كانت كتبغيه اكثر ما كتبغي راسه. ولكن معاذ صدمها صدمه العمر. واجي نوقفوا شويه ونكونوا حقانيين، معاذ ما عليه والو وما عليه والو حتى في قصه ايمان. في الاول وفي الاخر معاذ كيشوف ايمان بحال اختو، يعني اي حاجه كانت كديرها معاه كيعتبرها بحال راه عزيز عليها وكدير هذا الشيء من المعزه لا اقل ولا اكثر. ومن حق اي واحد يختار مع من يكون ومع من ما يكونش. واجي نرجعوا للقصه. ايمان لعب عليها الشيطان ولعب عليها مزيان وقالت معاذ يما يكون ليا ولا ما يكونش في هاد الدنيا كاع، ومشات قلبت على خدمه باش تقدر تجمع الفلوس، وديك الفلوس اللي غادا تجمع من ديك الخدمه كامله غادا تخسرها على الفقهاء والشوافات باش تخلي معاذ يولي ديالها وما تقدر تدي حتى شي وحده من غيرها، وترجع معاذ كيبغيها وكيموت عليها. وداك الشيء اللي وقع. ايمان مشات قلبت على خدمه وبدات خدامه وبدات كتجمع في الفلوس، وبدات مره كتسول دوك البنات اللي خدامين معاها على شي فقيه مزيان ولا على شي شوافه خدمتها متقونه، وكل وحده من دوك البنات شنو كتقول ليها حتى غادا توصل عند واحد الفقيه سميتو مول العافيه. وهذا الفقيه مول العافيه قاطع يده من يد الرحمن، شحال طلق ديال عباد الله وشحال ديال العائلات شرشمهم وشحال مرات ديال الناس من داك الشيء اللي كيدير ديال السحر والشعوذه. منين كنقولوا فقيه خطير يعني الجن اللي خدام معاه
اخطر. المهم وصلات عنده ايمان وقالت ليه القصه ديالها، هو يطلب ليها مليون ويرجع ليها معاد خاتم في صباحها. وقالت ليه ايمان دابا غنعطيك 60,000 هي اللي عندي، والمره الجايه من نرجع عندك نكمل لك. وهنا الفقيه العافيه قال لها ما غادي نحط يدي في حتى شي حاجه حتى تكملي لي مليون. وهنا ايمان قالت ليه صافي هاكا هاد 60,000 وما دير والو، منين نمشي نجمع شويه الفلوس غادي نرجع عندك ونكمل لك فلوسك وديك الساعه خدم معايا. هو يقول لها منين ترجعي المره الجايه غادي تجيبي لي التصويره ديال معاد وتجيبي لي شي حوايج ديالو ورجعي عندي وغنوريك الخدمه كي داير. ومشات ايمان رجعت للخدمه ديالها وبدات كتجمع في الفلوس، وكانت فرحانه انها غادي تخلي معاد خاتم في صباحها وغادي يكون راجلها. المهم ايمان خدمت شويه وتسلفت شويه حتى كملت 140,000 وهي ترجع عند الفقيه العافي وقالت ليه ها فلوسك كامله مكموله، دابا بين لي حنش يدك. وبدا الفقيه الخدمه ديالو. الفقيه خدم خدمته وعزم وقرا داك الشيء وعطاها واحد الميكه فيها واحد الغبره وقال ليها تبغي طيبي لي اتاي خوي لي شويه، منين يقول لك عطيني ناكل خوي لي شويه. المهم قد ما قدرتي وفين ما لقيتي الفرصه خوي لي شويه في داك الشيء اللي غياكلوا او غيشربوا. المهم ايمان خدات داك الشيء من عند الفقيه وقال ليها الفقيه الا طبقتي هاد الشيء اللي قلت لك في مده 7 ايام غادي يبان لك المفعول. وخدات ايمان داك الشيء ومشات للدار وبدات كتطبق في داك الشيء اللي قال لها الفقيه. وايمان جلست من الخدمه حيت الخدمه الجديده ديالها هي معاد يرجع خاتم في صباحها. فين ما يقول لها معاد بغيت اتاي ولا بغيت القهوه كتمشي تصاوبها ليه وتخوي ليه داك الشيء في الكاس وتعطيه. قال لها بغيت البيض تمشي تصاوب ليه البيض وتخوي ليه وتعطيه. ومعاد عمرو غادي يشك في ايمان حيت كيف قلت لكم كبرت معاه وتيق فيها ثقه عمياء ومعتبرها بحال اختو ماشي بنت خالته، يعني ما غيشكش في الماكله ديالها. المهم دازت 6 ايام وجا النهار السابع معاد كان ناعس بالليل، ومع 3 الليل معاد بدا كيحس بشي حاجه ماشي تلهي وناض بدا كيغوت بواحد الصوت اللي غريب وكيضرب في راسو مع الحيط. دارهم كلها فاقت مخلوعه. اواه شنو كاين؟ معاد كيغوت وكيضرب في راسو مع الحيط وكيهضر بواحد الطريقه اللي ما مفهوماش، والام ديالو والاب ديالو كلهم مخلوعين وحتى ايمان، والجيران اللي حداهم كلهم خرجوا من كثره داك الصوت وداك الغوات اللي كان كيغوت معاد. شويه كيسكت شويه كيبدا يهضر شويه كيبدا يضحك، ما عرفوش شنو يديروا ليه. بقاو كيقلبوا جابوا واحد الراقي بالليل. منين جا داك الراقي بدا يقرا عليه هو يقول لهم حالته راه صعيبه واقيلا غادي يكون تخطى شي سحر. منين الراقي كيبدا يقرا عليه في القران معاد كيبدا يسب ويخسر في الهضره. داوه للسبيطار قالوا لهم ما عنده والو، يقدر يكون غد تصدم ولا شي حاجه. وحتى واحد ما عرف اشنو طاري لمعاد. شكون اللي عارف اشنو طاري لمعاد؟ ايمان والفقيه العافيه. الكفاره بالله. ايمان هنا ندمت ندم شديد ودازت ايام وشهور ومعاد بقى على هاد الحال. معاد ما بقى كيبغي لي يغسل لي يبدل حوايجو، كيبول في حوايجو وكيدير داك الشيء في حوايجو. معاد ولا عزيز عليه الوسخ والعفن، خلوه في داك البيت ما كيقدروش يقربوا ليه. معاد مسكين بقات ليه سيمانه عليه يتخرج ويولي بوليس حتى ولا في هاد الحاله. هادشي اللي خلى باه من كثره الصدمه ديالو مات بالفقصه. ومن بعدها الام ديالو مسكينه حتى هي تفقست ومرضت وعام وهي مريضه، ومول الامانه دا امانته وحتى هي ماتت. وشكون اللي بقى معاه في الدار؟ غير هو وايمان. وايمان ما قدرتش تقبله ولا تبقى معاه في نفس الدار حيت ولات الحاله ديال معاد خانزه وريحته ما يتقبلها حتى شي واحد، ما كيدوش وحويجو اللي لابس مسخين لواحد الدرجه ديال ما تقدرش توقف حداه. وايمان هنا شنو غدير؟ جمعت حوايجها ومشات من الدار، وبقى معاد بوحدو في ديك الدار حتى غادي يجي واحد خالو جرى عليه الزنقه ومشى باع ديك الدار. معاد حاليا مسطي ومتشرد في الزنق. واش يكون مات ولا مازال في الحياه الله اللي كيعلم به. ويا ربي تقطع اي يد كتمشي دير السحر والشعوذه باش تادي الناس. وإلا وصلتي حتى لهنا في القصه ما تنساش دير لايك وتكتب في التعليق لا يفلح الساحر من حيث اتى. وشكرا لك حيت وصلتي معنا حتى لهاد البلاصه، والسلام عليكم ورحمه الله.